العشاق طاكوس بواحد الطريقه اللي كيجي رائع. طاكوس كراتيني كيحمر لذيذ. متاكده انكم الا شفتوا لا فيديو جربتوه غادي يولي معتمد عندكم. فخليكم على فيديو، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. جزاكم الله خيرا وبارطاجيو الفيديو، وشكرا على التعليق ديالكم الرائعه، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا لا فيديو. ومرحبا بكم، ندوزو لطريقه التحضير ان شاء الله. فبسم الله على بركة الله. اول حاجه هنا عندي صدر ديال الدجاج. فبامكانكم انكم ما ديروش ضروره صدر الدجاج، يمكن لكم ديروا لا داند او لا الكفته او لا الصوصيص اللي بغيتو اللي حبيتو. هاد الطاكوس ديالكم يمكن لكم ديروا ميكس كذلك، تخلطوا ما بين صدر الدجاج او لا داند مع الصوصات والكفته، كيبقى اختياري. خديت هنا صدر ديال الدجاج اللي قطعته هكا شرائح طويله، درت لهم واحد شويه ديال الملحه، ثومه محكوكه اولا ثومه بودر، شويه الخرقوم بلدي، البزار. هادو هما التوابل اللي استعملت. غادي نخلي الصدر ديالي يتشحر ونخليه طياب جيدا ويطيب مزيان مزيان. ودرت هنا واحد شويه زيت الزيتون، يمكن لكم ديروا زيت بلديه ولا روميه، كيبقى اختياري واللي كديروا نتوما. هنا من بعد ما غنخليه يتشحر مزيان حتى كينشف، ديك الزويته كتنشف ما كتبانش باقي نهائيا. صافي وغادي نطفي عليه. هنا غنحتاجو الخبز ديال الطاكوس اولا اللي كيمتوفر، اولا يمكن لكم تحضروه في البيت، راه ديجا حضرته معكم في البيت، غتلقاو عندي في القناه. كناخذ هنا انا شوفوا اللي عندكم معاه في الصلصه ديروه. فانا درت الصلصه ديال همبرغر، ودرت كذلك صلصه البيشاميل اللي تقلتها، يعني ما خففتهاش. درت 2 معالق كبار ديال الزبده مع 2 معالق كبار ونص ديال الدقيق ومع الحليب. صافي ودرت واحد شويه البزار وشويه ديال البودره ديال الثومه كتحمقني انا في صلصه البيشاميل. كما قلت لكم هاد صلصه البيشاميل غنديرها في الداخل ديال الطاكوس، وغنديرها حتى على برا اللي غادي تعلك ليا الطبقه اللي كتكون في الفوق. وكما قلت لكم غديروا الصلصات اللي بغيتو، ولكن صلصه البيشاميل ضروريه، كتعطي واحد المذاق زوين زوين لهاد الطاكوس هذا. هنا درت الفريت. بالنسبه للفريت قطعتها هكا طويله، يمكن لكم ديروها في الفران، يمكن لكم تقليوها، كيبقى اختياري. صافي كنديرها هكا على شكل طولي كطبقه فوق الصلصه وفوق صلصه البيشاميل. راه كلكم تقريبا غتكونوا كتعرفوا صلصه البيشاميل، ولكن كما قلت لكم تقلوها، يعني ما تكونش خفيفه باش ما تسيحش معكم، ضروري تكون ثقيله. كندير داك الصدر ديال الدجاج فوق الفريت. غادي ندير هنا الفرماج مربع اللي كيكون وعيه جيد بطبيعه الحال باش يعطيكم الطاكوس ديالكم لذه ومذاق زوين. انا كناخذ هذا اللي كيكون بحال شكل فرماج احمر، ماشي داك اللي كيكون بيض، كيكون باسل. وغادي ندير كذلك موتزاريلا ولا فرماج محمر اللي بغيتو محكوك، يمكن لكم تخلطوهم بجوج، كديروا من فوق داك الفرماج المربع. صافي وغادي نلف الطاكوس ديالنا. عرفتي
صافي كيعطي واحد التعليكه رائعه من الداخل، واحد المذاق غزال غزال بزاف. هذا الخبز تاكوس اللي هو متوسط، وكاين الكبير اللي كبر من هذا. كديروا الحجم اللي بغيتو نتوما واللي فضلتو. عرفتي هذا اللي تحماقوا عليه الوليدات، هذا كيجي بنين غزال صراحه، مغاير على الطاكوس العادي. صافي وغنلف بهذا الشكل هذا. كناخذ لاطه اللي فرشت ليها بابي كويسون. يمكن لكم ما عندكمش الورق الزبده ولا بابي كويسون، ماشي بالضروره، اما كيتلصق ما والو. غديروا ديريكتومون يعني اللاطه ديالكم. كناخذ ديك صلصه البيشاميل اللي شاطت ليا، كندهن بها الطاكوس هكا من الاعلى. كنحاول نوزع صلصه البيشاميل بهذا الشكل هذا، وكندير هنا الفلفله حلوه خضراء حمراء صفراء اللي عندكم. فانا كانت عندي هنا الحمراء والصفراء هي اللي ضفت. قديتهم هكا على شكل في الطول. يمكن لكم تقطعوا طريفات صغار، كيبقى اختياري. وخديت هنا كذلك الزيتون الاكحل، يمكن لكم ديروا حتى الزيتون الخضر ماشي مشكل. عرفتي راه كيعطي واحد المذاق زوين زوين. عرفتي الطبقه اللي كتجي من الاعلى فنه فنه ولذيذه بزاف، ومع باش عمرنا الطاكوس عرفتي راه كيتواتاو في المذاق. هنا غادي نزيد الفرماج اولا موتزاريلا اللي حكيتو من الفوق. صافي وكندخلوهم الفران، كنشعل على الفران من الفوق ومن التحت. كديروا لاطه ديالكم في الوسط، منها كيتحمر للتحت كيجي تبارك الله محمر ومقرمش، والفوق حتى هو كيتعلك وكيعطي واحد المذاق غزال غزال. فصدقوني جربوا هاد الطاكوس غراتيني، كيجي ولا اروع لذيذ بزاف. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وبارطاجيو الفيديو، ولا كنتو جدد في القناه تابوناو في لاشين وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. وشكرا لكم للتعليق ديالكم الغزاله الفنه، شكرا لكم بزاف بزاف. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع السلامه.